السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوى ديال الزمن الجميل اللي كتفكرنا بالطفولة والجميع كيعشقها، وبمقادير بسيطة وكتحضر في وقت قصير، ما فيها لا جهد لا تعب، كتجي رائعة وهشيشة وكتعطي كمية كبيرة. غادي نبداو على بركة الله بالمقادير. هنا كنحتاجو فيها 4 البيضات مع واحد الكاس ديال السكر سنيدة مع كاس ديال الزيت، واحد شوية ديال الملح، وهنا عندي القشور ديال الليمون، 2 خمارات، فانيلا، وهنا عندي ساشي ديال الكاكاو، وهنا الطحين. هنا عندي 5 الكيسان ونص اللي احتاجيت فيها. غادي نبداو على بركة الله. غادي ندير 4 البيضات. هنايا كندير هداك الشيء بالتفصيل بالنسبة للبنات المبتدئات. فهمتي، راه خليت الفيديو طويل بالنسبة للبنات اللي ما عارفينش وباقيين يلاه كيتعلموا، يعني شوفوا هذاك مقادير والطريقة بالتفصيل. انا درت 4 البيضات. غادي ندير ساشية ديال الفاني، غادي ندير القشور ديال الليمون، اللي عنده قشور ديال الحامض حتى هو يديرهم كيجيو زوينين. غادي ندير كاس ديال السكر سنيده، وغادي نبدا نخلط. هنا قبيصه ديال الملح لتعزيز الذوق، صافي. وهنا غادي نبدا نخلط المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. هنا غادي نزيد كاس ديال الزيت، وغادي نبدا نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الزيت مع دوك المكونات. صافي، هنا راه خلطته مزيان حتى تخلط الزيت مع دوك المكونات مزيان، وبديت كنزيد في الطحين، كنزيدو تدريجيا بشويه بشويه حتى نشوف القوام ديالها ملي ما كتبقاش تلصق. صافي صافي، هنا نبقى نخلط بشويه بشويه نجمعها. صافي، هنا زدت الكميه اللي بقات عندي ديال الطحين، وزدت هذوك الخمارات بجوج، وغادي نخلط مزيان حتى ما يبقاش العجين ما يبقاش يتلصق. صافي، هنايا خليتها شويه رطبه حيت النص غندير فيه الكاكاو.
غادي يتجمع شويه، والنص الاخر غادي نزيد فيه معلقه ديال الطحين. كيف ما كتلاحظوا راه باقي شويه كيتلصق، يعني خليته انا شويه خفيف. هنا غادي ندير هاد النص، غندير فيه ساشي ديال الكاكاو، واللي عنده كوبيل يديرو. انا في هاد المرحله خصني نبقى ندخل مزيان هذاك الكاكاو في العجينه حتى يتخلط ليا مزيان. صافي غادي نبقى ندخل مزيان الكوبيل في العجينه حتى تخلط ليا كامله. صافي هنايا بعد ما خلطتها مزيان شكلتها على شكل كويره، وغادي نمشي للعجين الاخر، غندير فيه معلقه ديال الطحين، وغادي نبقى حتى هي نجمعها بنفس الطريقه حتى تجمع ليا مزيان. صافي هنايا غادي نشكلهم كل وحده، غادي نقسمها على جوج. صافي غادي نقسمهم بالتساوي، حاولوا انهم يجوكم قد قد. صافي دابا نقسم هذه حتى هي على جوج، ونحاول انني نقسمهم بالتساوي يجيوني قد قد. صافي هنا انا غادي نطلقهم على سطح العمل، غادي نبدا نطلقها شويه بيدي، وعاد غادي ندير الدلاك، غادي نبقى نطلقها على هذا الجنب، ونعاود عاوتاني نقلبها للجنب الاخر باش تبقى غادا بالتساوي، ما تبقاش جهه طالعه وجهه هابطه، ولا جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي غنبقى غادا على هاد العمليه. صافي هنايا خديت الطاوه ديال الفران، دهنتها بالزيت ورشيت عليها شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا. صافي هنايا حطيت هذيك اللي طلقتها حطيتها فوق الطاوة، وهنايا كندير هذه اللي فيها الكاكاو حتى هي كنطلقها بنفس الطريقة، حتى هي غادي نبقى نطلقها ونقلبها الجهة الأخرى ونطلقها بالتساوي.
صافي هنايا غادي نهزها حتى هي وغادي نحطها فوق هاديك اللي طلقت الأولى البيضة، غادي نحط هادي اللي فيها الكاكاو فوق منها، وكنحاول أنني نقادة فوق منها نيشان، ما نخليش حتى شي جنيب خارج، باش ملي نبدا نطلقها ما تبقاش وحدة خارجة وحدة. صافي هنا غادي نبقى مستمرة على هاد العملية حتى نكملهم كاملين. هادي حتى هي الكرة الثالثة، حتى هي كنطلقها بنفس الطريقة. صافي هنايا طلقتهم كاملين، ها هو معايا. صافي هنا غادي نبدا نطلقهم بيديا. هنا في هاد المرحلة راه ما كتحتاجو لا دلاك لا والو، صافي كتلقيها غير بيدك، كتكون اصلا رطبة. وهنا في هاد الاثناء راني كنكون مسخنة الفران من قبل. هنا هاد المرحلة حتى هي راها مهمة، كتبقاو تكوها بالفرشاط باش يشدو في بعضياتهم كاملة. غادي ندورو عليها هكا بالفرشاط. صافي كنخشيها في الفران. ها هي من بعد هنا ما راها طابت. ضروري كيجيو شي جنيبات خارجين، حيت باش كتكوني كتدلكي خصك تمشي بالتساوي. صافي هنايا هي راه باقا سخونة، يلاه جبدتها من الفران. كندير فوق منها الكونفيتير. حاولوا انكم في هذه المرحله ديروا مزيان الكونفيتير وتخليوه واحد شويه، باش هذاك الكونفيتير تتشربوا هذيك الحلوى وكتجي شويه هشيشه، باش تجي رطبه وهشيشه. صافي هنايا كنوصل لجميع الجوانب. كما شفتوا راها باقا سخونه. الا كانتو مخرجينها من قبل وبردات الكونفيتير، حاولوا انكم تسخنوه. اما فاش كتكون هي سخونه ديروا كونفيتير بارد. صافي هنايا كنزوقها بالكوك. تنرشها مزيان. هنا انا قطعتها باقا سخونه، خليوها حتى نتوما خليوها حتى تشرب مزيان هذاك الكونفيتير وتبرد، عاد قطعوها. صافي هنايا كنحيد هذاك الزوائد اللي في الجناب. صافي هنايا كنحيدهم، وحتى هاد الجوانب راهم كيجيو بنانين. صافي هنايا غادي نبدا نقطعها بالتساوي. هنا درت انا مربعات شويه كبارين، نتوما قطعوا على حساب اللي بغيتو ديروها مربعات صغار باش تجيكم صغيره، قطعوها صغيره. ديروا مربعات صغار، تكونوا كتقطعوها عاوتاني بغيتو تقطعوها صغيره بغيتو تقطعوها كبيره، كيرجع لكم الاختيار. فهنا كنحاول انني نديرها متساويه، مربعات كاملين قد قد. صافي هنايا غادي نبدا نقطعها على هذا الشكل، هذا الشكل ديالها اللي معروفه به.
هي راه كتجي منفوخة، وكما شفتو راه كنقطع كبيرة، كتجي داك المربع كبير. صافي هنا غادي نستمر على هاد العملية حتى نكمل كلشي. كنحاول انني نجيب العبار هو هذاك. صافي هنايا قدمتها ليكم بالصحة والراحة، وانتم كتشوفوا كيف جات، وراه كتعطي واحد الكمية لا بأس بها، كتجي صراحة زوينة وهشيشة ورطبة وبالصحة والراحة.